عسلامة مرحبا باش نعمل معاكم اليوم فريزيه على الطريقة الكلاسيكية معناها بالكريم موسلين معناها بالبسكوي كويير وإلا جينواز راهي روسيت سهلة باش نعطيكم الديتاي بإذن الله باش تستفيدوا. وعلى فكرة ياسر بنة مختلفة على الجاتو العادي. باش نجيب 4 بيضات بحرارة الغرفة، راهو تنجموا تضربوهم مع بعضهم تشد برشا وقت كيما تنجموا تعملوا كيفي أنا تفصلوا الصفار على البياض. الطريقة هاكا اللي اعتمدتها حبيت نوريها للمبتدئين سهلة على الآخر. نعمل زادة رشة ملح، نعمل زادة فانيليا ماذا بكم 3 ساشي وإلا ملعقة قهوة عطر غذائي الفاني. راهو بالنسبة لي هو اللي نحي الزفار هو اللي نعتمدوه ديما. نضرب بسرعة بطيئة ثواني بركة ومن بعد نعلي. هي تعمل رغاوي بيضة وقتها نبدأ نزيد في السكر اللي هو 100 جرام على 4 5 6 دفعات معناها رشة والسرعة بتبيعها للماكس. هكاكا الوين تحصل على منقار العصفور. حتى بالعجينة نفس الخدمة تنجموا تخدموها بالفواه. من بعد نزيد أصفر البيض. أصفر البيض ماذا بينا نرقدوه شوية ولا نعملوه شوية بفرشيطة. نضربوا زادة سرعة ماكس شوية دقيقة دقيقتين هكاكا جيست يتجانسوا. نحبسوا ومن بعد نولوا نخدموا بيدينا باش نجيبوا 100 جرام فارينة اللي هما 4 ملاعق أكل مكومين ديما نستعملوا الصفاية. نحطوها على 3 دفعات. الدفعة الأولى نحركوا ما نجانسوش تماما، نخلوها معناها ناقصة شوية كما شفتوني من فوق اللوطة ما نزربوش من نخلطوش بالقوي. ونعملوا الدفعة الثانية والدفعة الثالثة نفس الطريقة. وفي الدفعة الثالثة بالطبيعة نبقوا هكاكا من فوق اللوطة لوين تختفي الفرينة وتذوب تماما في الخليط. ما عملناش فرينة ما عملناش خميرة اما باش يجينا طري. الاعتماد الكلي على الهواء اللي تكون في البيض. حضرت البلاتو متاع الكوشة 30 على 40 دهنت دهنة زيت حطيت البابي كويسون اللي لابد منه. تنجموا تفرشوا على البلاتو كامل من بعد تقصوا بالسيرسو كيما تنجموا تقسموا الخليط على 2. سيرسو 20 وإلا 25 تجي زادة نفس المقادير. تقسموا على 2 الخليط تسووه بالكدا تحطوه في الكوشة اللي تكون سخنتوها من قبل ما تخدموا الجينواز. سخنتوها 200 درجة لو فوركم واطي حتى عالي مش مشكلة راهو عيسوا عليها بركة خاطر تبقى 8 دقائق 7 دقائق. الرف الأوسط نار فوق وتحت الوين تعمل لون ذهبي. سهلة العملية ما فيها حتى مشكل. فونتيلاتور بالطبيعة ما يسالش انا نسيت عليها حمارت برشا اما زاده جتني هشوشة ادو في الفم انا بقيت لي 7 دقائق معناها حكاية 5 دقائق راهي النار عالية خير للبسكوي كويير والجينواز. من بعد باش نحضر الكريم باتيسير نجم نحضرها مصباح. عندي نص لتر حليب عندي 70 جرام بودرة كريم صبة تنجموا تعملوا 2 باكوات كريم باتيسير فاني نقصوا منهم نص ملعقة أكل مع 120 جرام سكر اللي هما 6 ملاعق أكل. عادي نطيبوها على الناز نطيبوها على الغاز نار متوسطة لوين توصل درجة الغليان نخلوها دقيقتين هكاكا تطيب بالكدا. من بعد نحطهم غرفة قهوة زبدة باش تتجانس. من بعد كي تبرد نجمو نحركوها ترجع أوموجين. سهلة زاد العملية. الطيب منا نفرشها في بلاتو نفرشها بالكدا باش في ساعة تبرد نغطيها بساشي ولا سيلوفان ملامس للسطح متاعها. خليها تبرد بحرارة الغرفة ولا تدخلوها للثلاجة اللوطة. اما ما تنسوش راهو تخرجوها ترجع بحرارة الغرفة حاجتنا بيها من بعد بحرارة الغرفة. الجينواز قاعدة تبرد. الزبدة خرجناها زادة قبل بوقت 200 جرام باش ترجع بحرارة الغرفة باش نخدموا الكريم موسلين متاعنا. هذيك الكلاسيك متاع الفريزيي الفرنسي. بردت الكريم باتيسير كما تشوفوا ولو اني انا هنا حسيتها مازالت بارده خاطر حطيتها في الثلاجه حسيتها مازالت هي والزبده ما هيش نفس الحراره ابرد منها. خليتها غطيتها خليتها شويه زاده ترجع بحراره الغرفه. في الأثناء عندي رطل فريز لازم يكون فريشك لازم يكونوا نفس الحبات نفس الحجم. بالطبيعة ننظفوهم نغسلوهم. عندي هنا سو بلاتو سو تارت ما نعرفش شنو يسموه فانا باش نعمل. عندي بابي جيتار تنجموا تستغنوا عليه بابي سيلوفان ولا بابي كويسون تعملوه داير ساير كيما هكاكا من داخل. السيرسو تنجموا تعملوا 25 تجيكم أقل علو كيما تنجموا تعملوا 20 راهم الأول انتم خمموا شنو تعملوا واللي عندكم معناه. بالنسبة كعبة الفريز قد كما قلت لكم نحي القاعدة متاعها. بطبيعة القاعدة ديك نظيفة حاجتي بها باش نرحيها نردها بيري ونقسمهم هكاكا قسمة ونخليهم هكاكا. نحط السوتارت نحط زيادة على قاعدة كما شفتوا أنا عملت لوحة
ونعمل البابي جيتار والا الكويسون ولا اللي باش تشدو اللي باش يعاونكم من بعد تتنحى. ونحط كعبات الفريز متساويين بالكدا كيما شفتوا. بقية هكا الديشي متاع الفريز زدتو كعبتين فريز ورحيتو تحصلت على بيري دو فريز حاجتي بيه السيرو. السيرو هنا كاينو باش يكون ثقيل اما راهو صدقوني يجي بنين وتجي متوسطه في الحلاوه. خاطر الريسيت هذه خذيتها من شيف فرنسي. عملت 50 غرام ماء هو الاول تحطوه من بعد 50 غرام سكر نص فنجان معناها ماء نص فنجان سكر رشه فاني اختياريه كالفاني بصراحه تعطي بنه. نحطها على نار متوسطه اللوين يذوب السكر توصل درجة الغليان نحبس عليها وديريكت نحط لها مغرفة متاع قهوة معبية بالكدا أكل بيري دو فريز نخليها كيكا يعطي النكهة متاعو يتشرب بالكدا. أنا خاطرو ماهوش أرطب صفيتو وبطبيعة كشوية هذوكم زدتهم بقية البيري دو فريز اللي عندي وزدتهم شوية سكر معناها عملت قد الفريز قد السكر قد البيري قد السكر. نجمو حتى نص انتوما السكر مع عصرة صغيرة قارص شوية ردوا بالكم تقرصوها وهزيتهم على نار هادية لين وصلت للقوام هذا راه مازلت كي طيبته معناها قوام يبدا مازال جاري شوية وخاثر. نخليه زادا هو يبرد السيرو يبرد الجينواز لابد تبرد الزبدة ترجع بحرارة الغرفة كيف كيف الكريم باتيسير. من بعد نشد الكريم باتيسير نضربها بالباتور سرعة عالية الوين ترجع لي بوماد ترجع لي رطبة معناها اوموجين. باش تنجح الكريم موسلين لابد الكريم باتيسير والكريم موسلين فرد حرارة ردوا بالكم مش برودة معناها يلزم بحرارة الغرفة فرد حرارة. انا هاكا كاينها ازيد شوية برودة للكريم باتيسير اما باذن الله نجحت مش بعيدة برشا خاطر نضربوا سرعة متوسطة الوي ونزيدوا الزبدة على مرتين ولا ثلاثة الوين تولي اوموجين وتولي موسو هكا تحسوها موسو حكاية 3 دقائق 5 دقائق حسب الباتور نتاعك راهو كل حد والباتور نتاعو. ومن بعد نحاولوا مرة على اليمين مرة على اليسار نحو الفراغات والا نبدو نقصوا بشويه بشويه ومره على اليمين مره على اليسار زادت تتنحى اكل فقاعات الهوائيه اللي تكونت من الخفق نتحصلوا على كريم هكا كما شفتوا منفجه وفي نفس الوقت تبيض وفي نفس الوقت تولي كريميه على الاخر. عملت لها الحركات هذيك حاولوا تحركوها بالكدا بالكدا تنحوا لها اي فقاقيع هوائيه وهكيكا نكونوا تحصلنا على كريم موسلين بنينة على الاخر. بالطبيعه هي فيها نكهه الفاني ما تحتاجش تنكيه واحنا هنا حاجتنا تاخو مطعم الفريز تو تشوفوا من بعد كيفاش باش كيفاش باش نعملها وكيفاش باش تجي مطعم فريز. الجينواز بردت قصيت واحده 20 اذا باش تعملوا 25 بالطبيعه اعملوها 25 واحده والاخرى باش تعملوها لل20 باش تعملوا 17 ولل25 باش تعملوها تقريبا 22 حاجه كيما هكا. هكا انا ما عنديش السيرسو عملت بالصحن الديسيت ما يملى الفراغ هذاك ريتو ما يملى الفراغ اللي بين الفريز. بالطبيعة ديما الوجه من اللوطة والقفاه من فوق ندخلوها بالكدا نسوها بالكدا نسطحوها بالكدا وزادا نسقيها بشطر السيرو نسقي ساقية باهية راهو ياسر يعطي بنا وكي تسقوا بالكدا راهي تبقى لكم حتى 3 أيام تشربها محلاها. من بعد بمغرفة والا بسكينة ولا بسباتول نجيبو الكريم موسلين نحطوها على جناب على جناب فوق الفريزات خلوها ايباس مش برشا معناها حكاية 2 مليمتر 3 مليمتر يزي فيه البركة. وزيد فوق الجينواز نحطو شوية كريم تبقى هكا رقيقة شوية ولا متوسطة نص سنتيمتر تنجمو. ومن بعد نقص كعبات فريز نحطهم ونرشيقهم فوق الكريمة هذيك من الوسط ونعملهم زادة مسطحين الكمية اللي تحبوا عليها راهو قد ما تعملوا تنقص الحلاوة وراهي تجي بنينة. من بعد زادة نجيب مغرفتين كريم موسلين ولا 3 ونحطهم فوق الفريزات نحاول نلصق بيهم الفريزات وفي نفس الوقت تلصق لي الجينواز فوقها كيف كيف الجنواز الكبيرة حطيتها الوجه من اللوطة القفاه من فوق نقرص عليها باش تلصق في بعضها وكل كريم موسلين اللي حطيناها فوق الفريز هي اللي باش تخليها تلصق. نقرص نبسطها بالكدا نسطحها بالكدا ونحط بقية الكريم موسلين. اذا عاملين سيرسوفان تنجموا تخلوا حكاية ما يعمل لكم شوية روزاس تزينوا بيه بعد ما تسمحوها ديريكت تزينوا. هنا التسميح بالطبيعة يكون بسباتيل ويكون بالماء سخون تغطسوا سباتيل في الماء سخون تمسحوها بمنديلة وديريكت كيما تشوفوا فيا انا هنا نرطب وقتها
تعملوا الروزاس متاعكم معناها من الوسط ولا من الجناب، خاطر الكريم موسلين راهي ما تصبرش، هي الفريزيه باش يقعدلنا في الثلاجة لوطا 4 سوايع، الكريم موسلين ماهيش باش تصبر معناها يلزم من الأول تعملوها الروزاس. باهي من بعد أنا باش نزينها بعد أنا بعد 6 سوايع في الليل معناها زينتها، عندي 3 مغارف كبار نباج يباع في لوازم الباتيسري، سومو ماهوش غالي يتباع بشوية. نحي البابي جيتار بالنسبة لي هكا تهز معاها شوية. فضلت لو انتوما مثلا تحطوا في بيت الثلج حكاية ربع ساعة قبل ما تجيمولوها بعد مثلا 3 سوايع ولا 4 سوايع، خير هكا تشد روحها خير باش ما تفسدش. اما عادي صلحتها كما تشوفوا، ما حبيتش نفلت المقطع هذا خاطر ممكن برشا يتصير لهم ويبدو مبتدئين وما يعرفوش ما يعرفوش شنو يعملوا. بعد جبتك المعجون حطيته عشوائيا، بسطته زادة بالسباتيول، تنجمو راهو بمغرفة تبسطو، وجبتك النباج اللي خدمته بالكدا بالكدا بالفرشيطة والا بالفواي مانيال والا حتى اوتوماتيك يجرى ويولي اوموجين ويولي ليكيد، وبسطته بالكدا. النباج كيما تعرفوا ديما يلمع الغلة، لمعت بيه كعبات الفريز اللي على جنب، زادا ردوا بالكم ما تنسوش انا راني نسيت تلمعوا بيه زادا الكعبات اللي تزينوهم من فوق. اما ما يلمعش الكريم راهو يلمع جيست الواحد وكهو جيست الغلة وكهو. تزينوا بالطبيعة بالفريز مقسوم ولا كامل وبشوية هكا ورقرة تعطي إفيه مزيان، وبالطبيعة تدهنوهم بالنباج أنا كيما قلت لكم نسيت، ورشة هكا فستق اختيارية أما ياسر تعطي منظر مزيان. وبالطبيعة اللي عمل روزاس راهو ينجم يستغنى على كاليتاش متاع المعجون، وعم بحركم معناها حاجة مزيانة على الآخر على الآخر. وهكاكا معناها بعد 4 سوايع يتم تناولها وصحة وبشفاء للناس الكل. وشوفوا محلاها وصدقوني راهي البنة متاعها مختلفة، أنا أول مرة نعملها أول مرة ندوقها. صدمتني ياسر ما شاء الله بنينة ياسر 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 محلاها متوسطة في الحلاوة. شوفوها معايا طرية على الآخر تذوب الفم. تنجموا تكثروا الفريز عليانا وراهي بنينة 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 قد ما نقولكم شويه. بالطبيعه ديما خبوها في الثلاجة الداخل لوطه، ردوا بالكم تخلوها لبرا خاطر غله كما تعرفوا تتاكسد وتفسد. صحه وبالشفاء للناس الكل. اللي ما عملش ما عندوش لي زاروم يعمل مغرفه خل والا مغرفه قارص بعد ما يخلط العظم معناها وبيدو يزيدها. بسلامه.